وسلطنة عمان أيضا استضافت إلى جانب دولة الإمارات منافسة نسخة 21. هذه كان من البطولة عشان كذا أقول لك مهم إنك تلعب هذه اللعبة وتستضيف مثل هذه الجولات، لأن ممكن تعمل مداخيل كبيرة جدا من خلال استضافتك لهذه الألعاب. نعم. سياحي نعم، تثري أيضا الدولة. إذا إلى الصحافة العربية، تقريبا نحن انتهينا من الصحافة المحلية، ننتقل إلى الصحافة العربية. طبعا الحديث حول ما قدمته المغرب حتى الآن كمنتخب للشباب. هزموا الأرجنتين، كتبوا التاريخ بأحرف من ذهب وتوجوا بهذا اللقب العالمي. مسيرة مميزة استثنائية تستحق الإشادة، تستحق الوقوف معها، وتستحق أيضا دراستها. نقلة تاريخية، تغيير وضع خارطة العالم كرويا. خلينا نتكلم، هذا المنتخب كان رائد اول شيء في كاس العالم 22 للرجال والرابع على العالم. هذه وحده غيرت خريطه. انت من الاربعه الافضل في العالم، الان انت تحت 20 سنه. هذا المنتخب لو يهتم فيه يعني منطقيا بعد 4 سنوات هو راح يكون هو الفريق الاول، وراح يكون منافس حقيقي على كاس العالم. اليوم نشهد تطور كبير في هذا السؤال اللي كنت اريده. هذه النقله النوعيه للمنتخبات او المغرب بشكل عام، ما تفسيرك لها؟ يعني شوف، احنا كنا نتابع، انا كنت اتابع كاس العالم 86 المنتخب المغربي ايام تيمومي وعبد السلام الغريسي وايضا الخيري مجموعه الكبار بادو زكي. قلت هذا الفريق لاتيني مش فريق عربي، يعني ذا صبغه كره عربيه. وفعلا المواهب موجوده في هذا البلد، والاكاديميه التميز اللي عملوها هي اللي اخرجت هذه العناصر الكثيره. انا عشان اربط الحدث، في حارس المنتخب المغربي اللي كان اساسي في هذه المباراه عنده فيديو قديم يتكلم، قال احنا نستعد علشان نكون في تشيلي 26، وما اعرف الا راح يكون هو بطل البطوله. فكل يعني فعلا كل الاشاده لو ترجع الى السجل، يعني تفوقوا على اسبانيا، تفوقوا على فرنسا، مثل فريق الرجال اللي صعد دور الاربعه وهو اخرج اسبانيا واخرج البرتغال وهو رائع. انا اتكلم عن حاله يعني تدرس مثل ما تفضلت ايمن. هذه الحاله الاتحاد المغربي لكره القدم ما يفعله هذا الاتحاد من 8 سنوات شيء خارق للعاده، شيء يدرس. ممكن نستفيد من هذه التجارب. الملاحظ ايضا استاذ عبد الله حول المدربين، دائما ما يعتمدوا على المدربين المغربيين. الارث موجود ايمن. هل هذا ربما سبب مقنع اخر يقودك ايضا بهذا النجاح؟ اذا كان الارث موجود، الانديه الكبيره موجوده، نتكلم عن الوداد، الرجاء. يعني هل هو الخلل في المدرب الاجنبي خلال السنوات؟ هو شوف، المدير الفني هو مدير فني، ولكن لما عندك سياسه، هم اتبعوا المدرسه الاسبانيه تقريبا، شبه العمل اللي عملوه الاتحاد الاسباني. مشوا على نهج واحد، مدربين بنفس الفكر، خطه معينه مشوا عليها في كره القدم. بالاضافه الى الاكاديميه اللي تخرج لك المواهب موجوده، ولكن تستغلها وتطلعها للعالميه. بعد ربما الحديث سيجرنا الى اهداف كاس العالم اللي هو ياسر زبيري. هذا ياسر يلعب في يتوج بجائزه هداف، مر من بوابه محمد الخامس اللي الاكاديميه اللي نتكلم عنها. بعد ذلك لعب في الدوري المغربي في نادي محلي، والان محترف بعقد 4 سنوات في نادي فاميكا، ولكن لن يستمر في هذا النادي البرتغالي. هناك حديث على مستوى الدوري الانجليزي، حديث على مستوى الدوري السعودي، على مستوى